هذاك النهار ديال الحد فاش قلت غنمشي نجري، وكذلك نهار ديال السبت مشيت لاصال. لاصال بانت ليا خاويه، وقلت غنصبر نهار الحد غنشوف واش الناس باقيين كيجريو، واش الدنيا عامره بالمقارنه مع الحد اللي جا فيه النهار الاول في رمضان. ولاحظت بانه الناس بدات كتعيا، ولات صافي ما بقاش عندها هذاك الموتيفاسيون، ما بقاش عندها هذاك السفل. وهنايا فين كتجي واحد المساله بان الانسان خاصو يحاول يدير برنامج وينضبط. وبطبيعه الحال الامور فعلا غاديه وكتصعب، ولكن عرفتي علاش كتقول لي اصعب؟ لانها كتولي اقرب، كتقرب لوبجيكتيف. وهنا فاش كتجي المساله ديال ان الانسان خاصو يحط اهداف ويصبر، سواء لا في العباده لا في الرياضه لا في العمل، لا بزاف ديال الحوايج. انا كندوي على بزاف ديال الجوانب. خاص يكون عندك نمط ديال التفكير، لانه الطريقه باش كتفكر كتطبقها على كل شيء. ماشي قضيه انها قطع الرياضه او لا هذه ولا هذه، وانما هذاك خاص يكون عندك السفل، وخاصك تحط برنامج واضح. لذلك الانسان يصبر ويتعاونوا مع بعضياتنا، ويعاون الانسان الاخر. لا شاف شي واحد داير شي برنامج يحاول الاخر يموتيفي، يقول يلاه معايا، ويكون هدف موحد باش تكون الاستمراريه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.